أساسي احتياطي على المدرج. بس قبل ما ندخل باللعبة بدي أحيي ضيفنا العزيز صقر. أعطيك 3 أسماء، تختار واحد أساسي، واحد احتياطي، وواحد تقول له شكرا جزيلا اطلع برا، اطلع برا مع السلامة. جيان لويجي بوفون، مانويل نوير، وتيبو كورتوا، راموس، مالديني، بيبي، امبابي، نيمار، وكريستيانو رونالدو. على المدرج نيمار على المدرج. أهلا وسهلا بكل المتابعين بحلقة جديدة من شوط الجماهير. عمار سلامات، هلا شو أخبارك؟ والله ممتاز. زمان ما عملنا ألعاب جيمز، عشان هيك هاي الحلقة شو حتكون؟ أساسي احتياطي على المدرج. بس قبل ما ندخل باللعبة بدي أحيي ضيفنا العزيز صقر. كيفك يا صقر؟ فوت، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. إحنا عنا عادة فقرة أنا وعمار اللي هي اسمها أساسي احتياطي على المدرج. راح أعطيك 3 أسماء، تختار واحد أساسي، واحد احتياطي، وواحد تقول له شكرا جزيلا مع اطلع السلامة. برا، اطلع برا مع حلو. السلامة. جميل. حلو. طيب حبلش بسؤال لك ولعمار. أول شيء راح أبتدي معك كونك ضيف عزيز. راح أعطيك 3 أسماء، اختار واحد أساسي، واحد احتياطي، واحد تمام. على المدرج. تمام. جيان لويجي بوفون، حلو. مانويل نوير، وتيبو كورتوا. اوف. تيبو كورتوا اساسي، نوير احتياطي، بوفون لا. بوفون عنده مش الجمهور. بوفون اليوم، بوفون في عزه، ما بدي بوفون عمره 45 أكيد لا. بدك بتتذكر في هذا بالبرايم في حلو. أحسن لحظاته. مين احسن تختار؟ لحظاته. بعطيك فرصة أخرى يلا للإجابة اوكي إذا عشان بتحب. انا اوكي خلينا نفكر مرة خليه ثانية. يجيب. بلكي إذا أنت مقتنع خليك على جوابك. يمكن أنت مقتنع. قلت لي خليني استرجع للقطات نوير والتصديات ما علي. مين تاخذ أساسي ومين احتياطي ومين على المدرج؟ نوير الاول، جميل. كورتوا الثاني، بوفون على المدرج. جميل. عمار. أنا يا صديقي العزيز أنا عمل فقرة صغيرة من قبل. حطيت أحسن خماسي. أنا لإلي جيجي بوفون، جون لويجي بوفون أفضل حارس بتاريخ كرة القدم. فجيجي بوفون، كورتوا، ونوير على المدرج. شو أكثر تصدي لنوير تتذكره؟ أكثر واحد يرسخ في مذكرتك؟ ليفاندوسكي. لا هي لقطة اتوقع كانت ليفاندوسكي صح. دورتموند وبايرن. هاي تيرشتيجن. هاي لا تيرشتيجن هذيك صح اللي هي مع من لحقها من الخط. هاي هاي كانت بايرن وبرشلونة. برشلونة. حلوة جدا كانت. ليفاندوفسكي ضد طلعها برشلونة صح. طلعها عن الخط. أنا بالنسبة لي أكثر لقطة لنوير بتذكرها اللي صدها لكريستيانو رونالدو هيك بإيد واحدة. ذكرها الصاروخ ذكرتها كانت وايد كرة قوية طيب جميل. عندنا جوابين مختلفين على هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى موضوع قلب الدفاع. راموس، مالديني، بيبي. صقر نبلش معك. اوكي. بيبي مين البرتغالي؟ راموس اساسي، بيبي احتياط. لا مالدين احتياط، بيبي على المدرج. جميل. عمار. مالديني اكيد رقم 1 إلي. شوف الأجيال، صراع الأجيال هذا. تفضل. مالديني رقم 1، راموس احتياط، بيبي مع السلامة. جميل جدا. طيب ننتقل الآن إلى خط الوسط. خط الوسط راح أعطيكم 3 أسماء، تختاروا واحد أساسي، واحد احتياطي، واحد على المدرج. كويس؟ تمام. كيفن دي بروينه، لوكا مودريتش، وتوني كروس. كله ببرايم يعني. كله برايم. بسنينه الممتازين يعني. اوكي تفضل صقر. هاي بسهولة بجاوبها هذه. اوف. دي بروين اساسي، مودريتش احتياطي، وكروس مدرج. دي بروينه أحسن من مودريتش. دي بروين احسن مودريتش. جميل. عمار. شوف المشكلة انه التنين بيلعبوا شوي غير اتاكينج. انا مودريتش الي اساسي، احتياط أكيد. دي بروين، كروس على جميل. المدرج. يعني أنا ميال أكثر مع عمار. هذا الجيل يا حبيبي في فرق. صراع أجيال. شوف الجيل الشباب، الجيل اللي بالوسط، وانت جيب طيب نيجي الختايل. على ال3 أسماء التالية اللي هي في المركز الجناح، يا إما شمال يا إما يمين. أوكي. عندك امبابي، نيمار، كله برايم. امبابي، نيمار، وكريستيانو رونالدو. اوف. كله برايم. بلش معك. اوكي. كريستيانو اكيد اساسي، نيمار احتياط،
مبابي على المدرج. ومبابي والله طيب حلو. عمار. كريستيانو مبابي ونيمار على المدرج. والله شوف نيمار مش قليل كمان. لا مش قليل، بس احنا عم نحكي. شوف مبابي 23 سنة لساته، فما بنعرف شو ما نقدر صح. بس فاز كأس العالم مرة وكذا يعني وصل النهائي مرتين، هاتريك في نهائي كأس العالم. أحلى شيء إنه جاب 3 بلنتيات في المباراة يعني مش طبيعي. أنا بالنسبة لي مبابي. بس على العموم السؤال لكم أنا بقدرش أجاوب. طيب قلوب الهجوم الآن. تمام. حناخد 3 أسماء كلهم برايم. اوكي. ليفاندوفسكي، بنزيما، وهالاند. صقر. اوكي. بنزيما اساسي، حلو. هالاند احتياطي، ليفاندوفسكي على المدرج. هلا احنا عم نتخيل انه هدول اللاعبين حيضلوا هيك لكل مستواهم، اعلى مستوى لكل. تاخده بس بهذيك اللحظه كبرايم. برايم كمهاجم اوكي. مين كمهاجم انا باخد هالاند. الناس حيهجموا بس اقول لك ليه، حفسر ليه. هالاند عارف بده يحط ابو ابراهيم على المدرج. وانا عارف ابو ابراهيم لو شفت الحلقه انا كثير بحبه، بس اقول لك ليه. هالاند، ليفاندوفسكي، وعلى المدرج بنزيما، لانه انا بدي هداف كمهاجم. ما بدك اذا واحد بدي واحد يلعب يعني بجيبه بالوسط يعني وجهة وجهة نظر لانه بنزيما بيلعب يعني توزيع اكثر من ما. جميل جدا. الان لازم مدرب صح. عملنا كل المراكز، ضل عندك المدرب. اساسي احتياطي على المدرج. يورجن كلوب، بيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو. مورينيو اساسي، اوف. غوارديولا احتياطي. غوارديولا احتياطي، مورينيو اساسي، وكلوب على المدرج. ليش قلت مورينيو؟ لأنه مورينيو يبني لك فريق، غوارديولا يستلم فريق. جميل. جميل. عمار مين الفريق؟ انا هلا اعطيتك لا سؤال. ما بقدرش اجاوب، لازم اعرف الفريق عشان اقول لك. ارسنال اليوم. ارسنال اليوم مورينيو، غوارديولا، وكلوب. جميل جدا. ناخذ رئيس نادي الان. صح، من المدرب هلا بدنا ناخذ الرئيس. طيب عندك يا سيدي العزيز 3 رؤساء. اعطيكم اسماء 3. رقم 1 فلورنتينو بيريز. رقم 2 خلص وقف. خلاص وقف، هو ضمن المركز خلاص. رقم 2 لابورتا. ورقم 3 كرئيس نادي بدنا نحط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. هو بهاي الترتيب صراحة بيريز أساسي، مرتضى منصور. والله مرتضى منصور صح كلامه. والله مرتضى منصور يعجبني شخصيا. أنا شخصية هو لو سمعني اليوم بجوز يبهدلني يعني. بس على العموم حلقة جميلة يعني، حلقة سريعة فيها لعبة أساسي احتياطي على المدرج. صاقر نشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم. عمار شكرا جزيلا. بدكم تسألوني أي سؤال؟ لا خلاص. مين المذيع بس هو هذا جبنا الهاشتاج تبعنا مين المذيع. كل مرة حنغير. مستمعينا مشاهدينا بشكركم على طيب المتابعة. نشوفكم بحلقة جديدة من شوط الجماهير. باي باي.